فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما المقصود بالأجداث؟ الأجداث هي القبور. طيب لماذا يقول المولى تبارك وتعالى مرة القبور ومرة يقول الأجداث؟ المولى تبارك وتعالى عندما يتحدث عن القبور يتكلم عنها وهي في حالة السكون وفي حالة الهمود، في حالة النوم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فإن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، في حالة السكون. أما الأجداث فلا يتكلم عنها المولى تبارك وتعالى إلا في حالة الحركة، في حالة خروج الناس من القبور، في حالة سعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. الآيات التي قرأناها في سورة ياسين يحكي لنا فيها المولى تبارك وتعالى عن مرحلة من قيام الساعة، في ساعة يقوم الناس لرب العالمين. يقول فيها المولى تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يتكلم فيها المولى تبارك وتعالى عن حال الناس وهم في الدنيا عندما تقوم عليهم الساعة، يكونون في حالة نزاع وفي حالة شجار. الكل يريد أن يرفع من صفقته، والكل يريد أن يرفع من تجارته، والكل يعني في حالة دوران، في حالة تعب في الدنيا. هذا يتشاجر، هذا يمزق ثوب هذا يضرب هذا يشتم هذا، يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. في حالة النفخ في الصور، في حالة قيام الساعة، يقول فيها تبارك وتعالى: ونفخ في الصور. في هذه الحالة، في هذا المنظر القبيح، في هذا المنظر الذي يتشاجر عليه الناس، تقوم عليهم الساعة. ونفخ في الصور يوم يلتقم صاحب القرن ويؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. قال فيها تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة، لم يقل يوم ترجف. لو كان قال المولى تبارك وتعالى يوم ترجف لكان المعنى أن الناس هم الذين يرتجفون. أما عندما قال يوم ترجف الراجفة، أي أن العود أو البوق الذي ينفخ فيه الصور، الذي عندما يلتقمه نافخ الصور، هذا البوق نفسه وهو غير مكلف يرتجف من خشية الله. فما بالك بالناس؟ لا بد للناس أن يتعظوا، لا بد للناس أن يتشاجروا على الدنيا. تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لن يقدر أحد على التوصية، لم يقدر أحد على أن يوصي أحد، لأنه جاءت فجأة. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما المقصود بالأجداث؟ الأجداث هي القبور. طيب، لماذا يقول المولى تبارك وتعالى مرة القبور ومرة يقول الأجداث؟ المولى تبارك وتعالى عندما يتحدث عن القبور يتكلم عنها وهي في حالة السكون وفي حالة الهمود، في حالة النوم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فإن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، في حالة السكون. أما الأجداث فلا يتكلم عنها المولى تبارك وتعالى إلا في حالة الحركة، في حالة خروج الناس من القبور، في حالة سعي. لماذا في حالة الحركة؟ ما معنى الأجداث أصلا؟ الجدث هو كل خف وحافر، هو كل خف وحافر. والخف معروف أنه خف الجمل، والحافر حافر الفرس، أي أن الفرس يجري بأقصى سرعة والجمل يجري بأقصى سرعة. هكذا يكون حال الناس عندما يخرجون من القبور، الكل يجري بأقصى سرعة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. حالة الناس يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، الكل يجري كالخيل والكل يجري كالجمال. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. طب يا رب، لماذا الجراد بالذات؟ لماذا لم يقل كأنهم مثلا حمام أو عصافير أو أي طير آخر؟ لماذا الجراد بالذات؟ لأن الجراد عندما يريد أن يضع البيض، فإنه لا يضعه في أي مكان، ما يحطوش في أي مكان، ولكنه يذهب إلى مكان خلوي، مكان خالي مثل الصحراء. ساعتها يحفر ثم يضع البيض ثم يدفنه. فإذا جاء الأمر من الله عز وجل، عندما يأتي وقت الفقس، عندما يأتي وقت خروج هذا الجراد للحياة،
يخرج هذا الجراد من تحت الأرض، يشقق الأرض ويخرج من تحتها. المولى تبارك وتعالى يشبه الناس بحال الجراد عندما يفقس بيضه ويشق الأرض ويخرج من تحتها. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إذن عندما يتكلم المولى تبارك وتعالى عن القبور يتكلم عنها وهي في حالة سكون، أما الأجداث فيتكلم عنها وهي في حالة حركة وفي حالة جريان وفي حالة سرعة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرة يقول يا ويلنا، وفي سورة الكهف يقول تبارك وتعالى ويقولون يا ويلتنا. ما الفرق بين الويل والويلة؟ الويل هو الهلاك، قالوا يا ويلنا يا عذابنا يا مصيبتنا، أما يا ويلتنا فهي للفضيحة يوم تبلى السرائر. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يوم تبلى السرائر هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ما معنى البلو؟ البلو هو كشف الجلد. عندما تقول ثوبا باليا أي أنه قدم وتمزق، فعندما تمزق الثوب ظهر الجلد. كذلك حال الإنسان، عمله سيبدو أمامه مهما خبأه مهما ستره عن الناس، فإن الله عز وجل سيكشفه أمام عينه. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، سيرى أمام عينيه عمله الذي عمله، سيرى عمله الذي عمله. ويقولون يا ويلتنا أي يا فضيحتنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن، وعد الله قادم، وعد الله جاء. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وبعدها حدثنا المولى تبارك وتعالى عن الجنة، وحدثنا عن متاع الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يا رب هم دخلوا الجنة، أي شغل سيكونون فيه؟ شغل الدنيا هم في حال التعب فيه، كانوا يتعبون في فعل الخير، كانوا يتعبون في البحث عن الخير، كانوا يبحثون عن الأرامل، كانوا يتعبون في البحث عن المساكين، كانوا يتعبون في البحث عن اليتامى، كانوا يتعبون عن أي فعل خير يسعوا إليه من أجل الله تبارك وتعالى، كما قال فيهم المولى عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات. لم يقل يسارعون إلى، لأن إلى تأتي للغاية، تأتي للنهاية، أي أنهم ليس لهم نهاية مع فعل الخير، ليس لهم حد يقفون عنده، هم في حال التعب دائما. إذا فرغوا من فعل خير لجأوا لفعل آخر، وإنما قال يسارعون في الخيرات، أي أنهم منغمسون في فعل الخير، يجرون إلى كل خير، يبحثون عن كل خير. إذا نصيبهم وجزاؤهم عند الله تبارك وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هنا شغل في الدنيا، ولكن شغل بتعب وإرهاق. سيكون الشغل في الآخرة، سيكون في لذة، سيكونون في راحة، سيكونون في نعيم. في يوم يذهبون إلى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الكرام، يلجؤون إلى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يكونون في يوم آخر في استضافة الحبيب صلى الله عليه وسلم على ضفاف نهر الكوثر ليشربوا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي يوم آخر يلجؤون إلى الأنبياء السابقين، يحكي كل واحد منهم قصته، يحكي كل واحد منهم ما رآه في حالة لذة. في يوم آخر في رحلة بحرية، يوم آخر في نزهة ساحلية، يوم آخر إلى منتجع تسنيم أعلى شيء في الفردوس الأعلى من الجنة، مأخوذة من سنام الجمل، أي أعلى شيء في الجمل. كذلك سنام الجنة، تسنيم الجنة هي أعلى عين في الجنة، عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إذا أردت أن تكون في شغل ولكن بلذة في الآخرة، فعليك أن تكون في شغل، أن تتعب لله عز وجل في الدنيا حتى يكون الشغل في الآخرة في لذة. ستكون في حالة فرح وفي حالة سرور، لا تريد الشغل أن ينتهي أبدا.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا هو حال المؤمنين. أما حال المجرمين فيقول فيهم المولى تبارك وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هم بحثوا عن التميز، هم بحثوا عن النصيب الفاني، هم بحثوا عن الرفعة في الدنيا، هم بحثوا عن المناصب، هم بحثوا عن المناظر، بحثوا عن التميز على الناس، بحثوا عن الغنى. سيتميزون أيضا في الآخرة، ولكن يتميزون في نار جهنم، يتميزون في نار جهنم، يتميزون في الدرك الأسفل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فإذا أردت أخي الكريم أن تكون مميزا عند الله، إذا أردت أن يرفعك الله، إذا أردت أن يكون حالك مع صحابة الحبيب ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن تكون كل يوم في لذة وفي فرح وفي سرور، فعليك أن تتعب لله عز وجل. أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينضر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.